هو بيقول انه يعني بيترشح عشان هذه الثوره و الثوره التي قال عنها في حواره ايضا ان هؤلاء الشباب بينفذون مخطط اجنبي بالمعنى الواضح يعني. فكيف يكون السيد عمر سليمان حميا لمخطط اجنبي يعني ويريد مننا ان ننتخبه لتخريب مصر؟ مش كده ما كان بيتقال كده عن الثوره يعني وهؤلاء نفهم. فكره الثقافه والديمقراطيه مرتبطه بالثقافه. انا ارى ان ترشيح عمر سليمان وغير عمر سليمان واسماء كثيره جدا هو نوع من الاستثمار في حاله الجهل التي تعيشها هذه البلاد، وهو يعني بنلعب على هذا الوعي الذي طوال 30 سنه، هذا الخوف الذي تمت تربيته خلال 15 شهرا بعد 25 يناير في تنمية للخوف وإثارة الفزع وإثارة الرعب، بحيث يعني في النهاية يكون تحقق شيئين: الناس تضج بهذه الثورة والناس تبحث عن المنقذ القوي. طيب فكرة انه الكلام ده كان من سنة، انه مش دلوقتي، يعني فكرة السياق مش قادر تتعامل مع المقطع ده على انه في ظروف مختلفة، يعني تعتقد انه يعني هذه القناعات سارية حتى هذه اللحظة؟ يعني انا برضو من فكرة ان احنا يعني كلام ونيجي نقول بكرة كلام تاني عكسه فنقول اصل السياق، يعني زي فكرة اعتذاره عن الترشيح ثم ترشيحه. يعني هي مسألة انا واثق تمام الثقة منذ ان نشر المجلس العسكري ذلك الاستطلاع الذي على موقعه ووضع فيه اسماء عمر سليمان. لو بصيت للاسماء المحطوطه هتلاقي كل الاسماء التي بتخوض السباق الان او المرشحين المحتملين.